السلام عليكم الناس الكل، ومرحبا بكم في فيديو جديد في القناة. تغطية كاملة لتصفيات اتحاد شمال أفريقيا تحت 17 سنة، والتي ستقام هذا العام في مدينة بنغازي الليبية. في هذا الفيديو سنستعرض كل ما يتعلق بتصفية الفرق المشاركة، موعد المباريات، وكل ما تحتاج معرفته عن هذا الحدث الرياضي الشيق. معلومات عن اتحاد شمال أفريقيا ودورها في كرة القدم تحت 17 عام. الفرق المشاركة: المغرب، تونس، الجزائر، ليبيا، مصر. الهدف: المنتخبات المتأهلة نهائيات كأس أفريقيا تحت 17 سنة، يعني سيتأهلون 3 فرق إلى الدور القادم من بين مصر، تونس، الجزائر، ليبيا. خلينا نشوفوا المباريات اللي تلعبوا. أول مباراة باش تكون ما بين تونس والمغرب. ثاني مباراة باش تكون ما بين ليبيا والجزائر. وفي ثاني يوم ستكون مباراة بين الجزائر والمغرب وتونس ومصر. وفي ثالث يوم ستكون مباراة بين تونس وليبيا البلد المستضيف ومصر والمغرب. في اليوم الرابع ستكون ما بين تونس والجزائر، ليبيا ومصر. في اليوم الخامس آخر يوم ستكون الجزائر، مصر، المغرب وليبيا. والأكثر فوزا سوف يترشح، يعني أكثر 3 أشخاص فرق باش يفوزوا باش يترشح. خلينا نشوفوا توا نقاط القوة عند كل فريق. المغرب تاريخ جيد في فئة 17 سنة تحت 17 سنة، لاعبون موهوبون، دفاع قوي. تونس لاعبين شباب متميزين، مهارات فردية جيدة. الجزائر لاعبين لديهم سرعة كبيرة في الهجوم. ليبيا لاعبين على أرضهم ولديهم عامل الجمهور. مصر فريق متوازن يتميز بتنظيم اللعب. جبت لكم 4 قنوات باش تعدي المباريات، لكن فما قنوات أخرى باش تعدي، لكن هذه 4 قنوات فقط. وتبقى في الأخير من المتوقع أن تكون التصفيات متكافئة مع كل مباريات حامية وتشويق حتى آخر جولة. كل فريق قادر على تقديم أداء رائع والتأهل إلى النهائيات الإفريقية. هذا كل شيء في فيديونا لليوم. متنساوش باش تشتركوا في القناة، متنساوش باش تتابعوا تصفيات اتحاد شمال أفريقيا تحت 17 عام في بنغازي، ولا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل التحديثات والمباريات القادمة. وباي باي.